بيراميدز بيتعادل مع نادي الزمالك 2-2. تخيل ان احنا طالعين بعد المباراه نقول ان بيراميدز هو اللي اتعادل مع نادي الزمالك، وان نادي الزمالك ضيع من ايده فوز او كان قادر يحقق فعلا فوز على نادي بيراميدز. قبل المباراه الكل كان متوقع ان نادي بيراميدز هيفوز وهيفوز بنتيجه كبيره على نادي الزمالك. اهو يا عم اوسوريو لما لعبت على قد امكانياتك ولعبت بخطه عاديه جدا ونورمال جدا كنت قادر ان انت تفوز على بيراميدز. لما لعبت بفكرك انت وادوار مركبه و3-4-3 كنت خسرت من الالترا سولار. في فرق كبير جدا ان انت تكون كوتش فاهم امكانيات لعيبتك وعارف تأدي بيهم ايه. انا بالنسبه لي هو ده الصح. مش الصح ان انت جاي عايز فكره بعينها ولازم ان هي تتطبق ايا كان بقى، ما بتناسبش اللعيبه بتناسب اللعيبه، المهم ان انت تطبقها وخلاص. اهو لما لعبت على قد امكانياتك 4-3-3 عاديه جدا، منهم 2 لعيبه من خط الوسط واجبات دفاعيه، قدرت ان انت تتعادل مع بيراميدز. والناس كلها اللي بتكلمنا على الشوط الاولاني وان بيراميدز وكان قوي وعمل، بيراميدز حضرتك في الشوط الاولاني كله ما سددش غير تسديده واحده بس ما بين ال3 خشبات. انا اللي يهمني ان انت ما تسددش كتير ما بين ال3 خشبات، وده حصل بسبب تكتل الدفاع اللاعبي نادي الزمالك اللي كانوا واقفين صح وواقفين بيدافعوا صح. وقدرت ان انت او فكره ان هو بيراميدز انت قفلت عليه زوايا التسديد صح وزوايا التمرير صح. وزي ما بقول نادي بيراميدز ما قدرش يسد غير تسديده واحده بس على المرمى وجاب هدف، والهدف ده من ضربه ثابته لولا بس ان الحيطه فتحت ما يمكن الهدف ده برده ما كانش جه في الشوط الاولاني. فخرجت بشوط اولاني 10/10. الناس كلها بتقول لك بقى بيراميدز عمل هجمات، يعمل هجمات من هنا للسنه الجايه، المهم ان هو ما يوصلش ما بين ال3 خشبات بتوعي. ده اللي يهمني، ده اللي المفروض ان انا بعمله، ان انا بسدد زوايا التسديد وزوايا التمرير. انت بقى لو تخيل انت بقى الناس اللي بتعترض على الشوط الاولاني بتقول ان بيراميدز راح كتير، تخيل ان دفاع نادي الزمالك او الزمالك كان بيلعب بدفاع متقدم زي ما كان بيلعب مع ارتا سورار، تفتكر ان الزمالك كان ممكن يشيل كام؟ كان هيشيل كتير جدا. فاللي حصل ده في الشوط الاولاني هو الصح، وخلاك ان انت تبقى عندك ثقه وده اللي انا قلته قبل كده، ان انت لازم تدي لعيبتك الثقه عشان تقدر تكمل، واداك الثقه وقدرت ان انت تكمل وقدرت ان انت تحقق فوز في المباراه. دونجا او هدف دونجا، ارجع للفيديو اللي قلته ساعه الترا اسرار، قلت برده دونجا ايه اللي مدخله، ايه اللي بيخلي دونجا يوصل ان هو يدخل بره جوه ال 18. دونجا لازم يبقى بره ال 18 عشان ال 18 ما تبقاش زحمه ويبقى في زوايا تسديد للاعيبه نادي الزمالك. وقد كان دونجا لما وقف في مكانه الطبيعي بره ال 18 يستنى الكره اللي ساقطه او الكره اللي وقع، قدر يسدد وقدر يسجل لك هدف. ده العادي يا جماعه وده النورمال. ومش لازم عشان انا اكون بلعب كره حلوه ان انا فرقتي كلها تبقى في 18 الخصم، مش ده معنى الكره الحلوه. والله انا مش فاهم الناس بقت فكرها في الكره يعني بالنسبه لي غريب. المشكله بقى معايا مع مدرب نادي الزمالك اوسوريو ان هو لازم يخليني اقول عليه برضو ان هو بيفلسف فلسفه فارغه. انا عايز حد يقول لي نيمار خرج ليه؟ يعني نيمار اخذ الجبهه اليمين دي فحت وردم كده زي ما بنقول، والهدفين اللي انت جبتهم بفاولين اللي تسبب فيهم نيمار، طب انت بتخرجه من الملعب ليه؟ يعني عشان بس الناس ما تقولش الهدف الثاني انا عارف انه جه من ضربه ركنيه بس الفاول جه من نيمار، اتلعب ضربه ركنيه اتلعبت جول. فانت حضرتك اللاعب انت كنت قادر ان هو يخرجك من 18 او يخرجك من منطقه الدفاع بتاعتك لمنطقه الهجوم وبيتسبب لك في فاولات وفاولات بتقدر تسجل بيها اهداف، تطلعه ليه؟ مش فاهم يعني ايه الفكره بقى. انا عايز حد يشرح لي ويقول لي نيمار ليه طلع من ارض الملعب غير ان هي فلسفه فارغه. مفيش اي تفسير عندي تاني. يا عم اوسوريو لما لعبت على قد امكانياتك قدرت ان انت تعدي وامشي بقى خطوه خطوه وطور خطوه خطوه، انا ما عنديش مشكله. المهم ان انت شكلك على ارض الملعب او شكلك عموما بيبقى كويس والناس تقدر ان هي تأيدك وتفضل وراك، لكن ما تلعبش زي الترا اسرار والاقيك كل ماتش بتشيل 2 و3 من فرق اقل بكتير جدا من مستواك وتقول اصل انا بطبق كره شامله وكره جميله. لا، انا لو الكره الشامله والكره الجميله دي هتخسرني مش عايزها، بلاها. بالنسبه لنادي بيراميدز مفيش كلام يتقال عنه كتير غير ان لعيبه نادي بيراميدز ده العادي بتاعها، لعيبه بتلعب كموظفين، مفيش حماس، مفيش. وانا واحد من الناس اصلا ما بحبش نادي بيراميدز. فكره ان هو يتعادل او يخسر من اي نادي شعبي ده حاجه انا بتمناها. انا فرق الفلوس دي عموما ما بحبهاش، ما فيش حاجه قدمها بيراميدز زي ما بقول غير ان هو نعم النادي الموظفين، نادي عنده كم لعيبه على اعلى مستوى، لكن اللعيبه لا في حماس ولا في حميه على الفوز ولا في حميه لان هم يحققوا حاجه للنادي، ما فيش الكلام ده كله. يمكن بس هي عوده رمضان صبحي من الاصابه وفكره ان هو يسجل، وعبد الله السعيد برده نفس القصه. يمكن بعيد عن بيراميدز اي لاعب الواحد ما بيتمنالوش الاصابات وبيتمنى له ان هو دايما يشوف اللاعب في احسن حال، وبيتمنى ان يعني يا رب يبعد عن المواهب كلها الاصابات برده زي ما بنقول اكل عيشهم. وبرده لعيبه بيمتعونا، وعبد الله السعيد من اكتر اللعيبه اللي متعتنا في الكره المصريه سواء في الاسماعيلي او في النادي الاهلي.
ما برضه بيراميدز انا ما بحبش اذكره، لكن زي ما بقول ربنا يبعد عنهم الاصابات. وزي ما فرحنا لكريم فؤاد في هدفه اللي جابه، طبعا لازم نفرح لهم ان هم برضه هدف بتيجي او لما بتجيب هدف بعد اصابه اكيد حاجه بترجعك لمستواك بسرعه، اكيد حاجه بتكون انت سعيد بيها ان انت بعد معاناه بتعانيها 6 شهور و8 شهور بتقدر ان انت ترجع وتسجل. فالف مبروك لرمضان صبحي وعبد الله السعيد الاهداف اللي سجلوها، لكن مش الف مبروك لبيراميدز خالص.